عمرك حسيت انك ماشي صح بس في حاجة غلط؟ تكسب كل حاجة بس بتخسر اللي حواليك. تحس دايما انك لازم تختار، يا تكسب يا تخسر اللي حواليك، يا تكون قوي يا تكون محبوب، يا تتسمع يا تسمع غيرك. في ناس فاكرة ان النجاح سباق واللي بيوصل الاول هو اللي كسب حتى لو داس على كل اللي حواليه في الطريق. والحقيقة ان اعظم الانتصارات عمرها ما حصلت بايد واحدة. تعال اخدك للحظة تاريخية، لموقف قلب كل الموازين، مش مجرد خطة حربية، ده درس للحياة كلها. قريش اتحالفت فيه مع قبائل كتير وجايين يحاصروا المدينة. المسلمين كانوا محاصرين، عددهم قليل والخطر جاي من كل ناحية. وسط الرعب ده قام واحد من الصحابة الجدد لسه داخل الإسلام وجاي من بلاد فارس، اسمه سلمان الفارسي. راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في بلادنا كنا بنحفر خندق حوالين المدينة تحميها من العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش دي مش فارس، ولا قال له مش وقت تجارب. هو سمعه، فهمه، واحترم رأيه، والفكرة دي أنقذت الأمة، وربنا نصر المسلمين من غير أي خسائر تذكر. إزاي تكون قائد حقيقي لو مش قادر تسمع اللي حواليك؟ إزاي تكسب معركتك من غير ما تخسر فريقك؟ وإزاي تخلق حاجة عظيمة ما يعرفش حد يعملها لوحده؟